أهلا بكم جميعا. في الفيديو ده هشرح لكم ازاي تخلو بطارية موبايلات شاومي، ريدمي أو بوكو تقعد معاكم وقت أطول. النهاردة هنستخدم بوكو اكس 6 برو بنظام هيبرOS 2. إيقاف إعلانات مساء. أول حاجة، ادخل على الإعدادات Settings، كلمات المرور والأمان، منح وإلغاء التراخيص. دور على اختيار MSA واقفل. ده هيوقف جزء كبير من بيانات الإعلانات ويوفر بطارية. معدل تحديث الشاشة. من الإعدادات، ادخل على الشاشة والسطوع، معدل التحديث. لو مفعل العالي، خليه العادي. الحركة هتكون أقل نعومة شوية بس الموبل هيوفر شحن كتير. السطوع التلقائي والوضع المظلم. اسحب مركز التحكم من فوق، واضغط ضغطة مطولة على علامة السطوع وفعل السطوع التلقائي. كمان فعل الوضع المظلم Dark Mode. توفير البطارية. من مركز التحكم، فعل توفير البطارية باتري 0. ده بيقلل سرعة الموبل شوية بس بيخلي البطارية تعيش أكتر، ومناسب جدا لو استخدامك سوشيال ميديا بس. خيارات المطور. ادخل الإعدادات حول الهاتف، واضغط على إصدار النظام كذا مرة لحد ما تظهر رسالة إنك بقية مطور. ارجع للقائمة الرئيسية وابحث عن مقياس رسوم حركة النقل وخليها 0.5x. الموبل هيبقى أسرع والمعالج هيشتغل أقل. الاستجابة اللمسية. ادخل على الصوت والاهتزاز. الاستجابة اللمسية هابتك فيدباك. قللها للآخر أو اقفلها. ده هيخلي الاهتزاز مع الكتابة أو تغيير الصوت أخف ويوفر طاقة. قفل الشاشة. من إعدادات شاشة القفل، ادخل على قفل سليب وخلي الوقت 15 أو 30 ثانية. كل ما الشاشة قفلت أسرع، كل ما وفرت شحن أكتر. كمان أنصحكم تستخدموا خلفية سوداء. لو شاشة موبايل كإموليد ده هيوفر بطارية جدا لأن اللون الأسود في الشاشات دي مش بيستهلك طاقة. لو الفيديو فادك، هكون شاكر جدا لو اشتركت في القناة وكتب لي تعليق. سلام ونشوفكم في الفيديو الجاي.